دواء المعدة يعالج الكحة. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا انتك، عامله ايه؟ الحمد لله، ربنا يخليك. كل سنة وحضرتك طيب، الايام دي مليانة اعياد. وانت طيبه وبخير وصحه وسلامه يا رب. قولي بقى، جبت لي الفسيخ اللي كنت موصيلي عليه؟ فسيخ؟ هي وصلت لمرحله الفسيخ؟ يا سلام يا دكتور، يا سلام. الواحد جاع على السيرة. احنا بص بقى، عايزين نضرب كده يوم نملى السفرة بقى رنجة وفسيخ وبصل بس والحموضة تبقى في ذمة الله. ايوه، هو ده اللي انت عاوزاه. احنا قايلين قبل كده ان احنا مش بنحب ناكل الحاجات ديت الا بكميات صغيره جدا، ويكون ملحها خفيف، وخصوصا في السن الكبير. لو السن الصغير مش بيفضل خالص، يعني ممكن ناكل رنجه بس كميه صغيره. مش بنحب الفسيخ قوي، لكن خلينا في الرنجه بس كميه صغيره، ومش بيكون ملحها قليل. دي الشروط اللي احنا عاوزينها عشان ناكل الرنجه. دكتور، اصل الرنجة بتأكل قوي يعني. معلش، انا عارف انك تحبيها. هو الصراحة فعلا الواحد بعد لما بيتقل في الأكلة دي بيتنفخ حموضة بقى، ومعدته تبقلل وما بيبقاش قادر. بالظبط كده، وليه مشاكل كتير جدا. طب بالمناسبة دي بقى يا دكتور، طالما السيرة جت، خليني بقى أسأل حضرتك شوية أسئلة كده مجمعهم لك من الأمهات بقى، أصحاب مامتي. طبعا عشان الحموضه كله بقى داخل على الأيام دي، كله بيجهز نفسه بقى لسفرة الفسيخ والرنجة. ماشي، اتفضلي. فكله شايل هم الموضوع. اتفضلي. وخصوصا بقى كمان عند الأطفال اللي زي حالاتي كده، أنا وفاطين، عشان بصراحة بننزل فيها ما بنعتقش. قولي. بص بقى يا دكتور، أول سؤال كانت من طنط بتقول: طفلي بيشتكي من حرقان في صدره بعد الأكل، هل دي كده تعتبر حموضة؟ لو طفل كبير هيعرف يعبر عن احساس الحموضه او احساس التعب في فم المعده، لكن لو طفل صغير طبعا مش هيعرف. لو طفل رضيع مش هيعرف يقول. فالحموضه ده عرض لالتهابات المعده او لارتجاع المريء. طب والموضوع ده له علاج يا دكتور يعني ولا ايه؟ طبعا احنا بناخد علاجات، في انواع كتير من العلاجات، وفي درجات كمان من العلاجات، وبناخد ادويه مضاده للحموضه او ادويه منظمه للمعده، او الاهم من كل ده ان انا بدي الادويه اللي بتعالج السبب الرئيسي اللي مسميها البي بي اي، بتعالج السبب الرئيسي لالتهاب المعده او الارتجاع، وبنمشي عليها فترات طويله، ودي بتبقى امنه في الاطفال تماما. طب كويس بقى ان حضرتك جبت سيره الارتجاع ده، علشان في سؤال من طنط تانية بتقول: ابني بيرجع كتير بعد الاكل، هل بقى كل الارتجاع بيدي ترجيع، وهل كل الترجيع عباره عن ارتجاع؟ خلاص فهمت السؤال. انا مش فاهمه طنط دي. ماشي. سؤالها كله رجوع في الكلام. في عندنا ترجيع، الطفل بيفقد سوائل بسرعه وفي وقت قصير، ودي بتبقى حاجه خطر شويه لو الطفل بيرجع كل حاجه. لو الطفل قبل سنه ورجع 12 ساعه، او لو الطفل بعد سنه ورجع 24 ساعه، بيخش في مراحل فقد السوائل او الجفاف. لكن في حاجه اسمها ارتجاع مرضي، يعني الطفل بيرتجع كميات الاكل او الشرب اللي بياخدها بس مش كلها، ودي بقى مشهوره شويه في الرضع اللي لسه مولودين لغايه 6 شهور وممكن لغايه سنه. الارتجاع ده لما الطفل بيبقى كميات كبيره بيفقد سوائل شويه من جسمه، فبالتالي وزنه ما بيزيدش كويس، او بيزيد زياده ضعيفه، او ممكن يخس، ودي ساعتها بيبقى لها تدخل اخر خالص، وممكن يبقى محتاج منظار للجهاز الهضمي، وممكن بعض الحالات بتبقى حالات جراحيه بتحتاج تدخل جراحي، وده موضوع تاني خالص. اما الارتجاع الغير مرضي اللي بيبقى موجود في الاطفال اول ما يتولدوا لغايه 6 شهور وممكن لغايه سنه، في ارتجاع غير مرضي. طب بنفرق ازاي؟ بالوزن. الطفل وزنه بيزيد زياده طبيعيه، يبقى انا بتكلم ان الطفل عنده ارتجاع غير مرضي، وده ليه ادويه منها البي بي اي. الادويه اللي احنا بنمشي عليها بتقلل الارتجاع دوت، وبتقلل الاعراض اللي بتحصل من البكاء الشديد ورفض الرضاعه و ياه، ده الموضوع طلع ليه تفاصيل كتير قوي. طبعا. طب بقى، هل الدواء اللي حضرتك بتتكلم عليه ده اللي اسمه بي بي اي، انا حفظت اسمه بالظبط؟ طيب تمام، هو مناسب لكل الاطفال يعني وكل الاعمار؟ هو امان تماما منذ الولاده، وبناخده تحت اشراف الطبيب، بس ما ينفعش ان انا زي ما متفقين قبل كده لا اخد الوصفه من خالتي ولا اخد الوصفه من النت ولا الكلام ده كله. لازم، لانه ليه جرعه معينه لكل كيلو في وزن الطفل، وبديه بجرعات معينه بفتره معينه حسب حاله الطفل، وبيبقى امان جدا. بس المهم ان انا اخده في حالته وبجرعته والفتره اللي احنا عايزينها. طبعا لازم استشاره الطبيب. بالظبط كده.
تمام. طب يا دكتور بقى، في ام تانية بتسأل سؤال غريب جدا. قولي. دواء المعدة يعالج الكحة؟ سؤال حلو جدا، مش غريب ولا حاجة. الارتجاع سبب من أسباب الكحة كتير، سبب دي ليها صوت معين، كحة الارتجاع، وبتيجي بالليل اكتر. ومجرد ما الطفل يعني تلاقي الطفل بيجيله كحه رايحه جايه وبتزيد وبتقل وبعدين يرجع ويخف وياخد ادويه ويخف ويرجع، وبعدين تلاقي في الاخر المشكله عنده في الارتجاع. والارتجاع دوت هو سبب رئيسي من الكحه المزمنه اللي بقى لها فتره طويله عنده، ولما بياخد علاج الارتجاع بتتحسن الكحه. فاذا الدواء الارتجاع ممكن يعالج الكحه، ممكن يعالج الكحه، بس لما يكون الطفل عنده ايه؟ ارتجاع. شوف ازاي. أما طب في سؤال تاني بقى الصراحة لولبي برضه. قولي. طنط التانية بتقول ابني مش بياكل كويس بسبب الحموضة، هل دواء الحموضة ممكن يساعد في الموضوع ده؟ طبعا لو الطفل عنده التهابات في المعده او ارتجاع او ايا كان سبب الالتهاب الموجود في المعده او الحموضه ديت، لما بياخد ادويه المضادات الحموضه زي كده ويمشي عليها اللي هي البي بي اي زي ما سميناها، لما بيمشي عليها فتره طويله بيقلل الوجع بتاع المعده، فبتقل الطفل ده ما عنده حموضه يعني وجع في معدته، يعني ما بياكلش كويس، ياخدها يتحسن، بقى بالنسبه له فاتح شهيه، بقى دواء الارتجاع للكحه. والفاتح الشهيه لو الطفل عنده ده مشكله في المعده، مش كل الاطفال عشان يبقى الكلام واضح. طب يا دكتور، هل بقى ممكن الدواء ده اول ما الطفل يتحسن نوقفه على طول، ولا لازم بقى نستمر عليه لمده قد ايه؟ عادة كل الامهات الخطا الشائع لكل الادويه اللي بنمشي عليها فترات طويله، لازم الفتره تبقى فتره طويله حسب قرار الطبيب، والجرعه كذلك حسب قرار الطبيب وحسب الحاله نفسها وحسب الاستجابه. بندي الفتره ديت ممكن تتمد لشهر لشهرين لثلاثه او اكتر حسب حاله الطفل. طب يا دكتور، والدواء ده بصراحه بقى كده لازم تقولي يعني طعمه كويس ولا طعمه زي بقيه الادويه لا، انا بتعامل مع اطفال فلازم يكون طعمه حلو، لازم الدواء يبقى طعمه كويس، لانه الدواء مش طعمه كويس الطفل مش هياخده من الاساس. فبالتالي لا، لازم يكون الدواء طعمه كويس وسهل وبيتاخد بسهوله والطفل يتقبل طعمه عشان اقدر اديله الجرعه اليوميه. طب مثلا لو طفل مرضيش ياخده كده على طول، ممكن اضيفه على العصير؟ ما يفضلش انه يتحط على العصير، يفضل يتحط في ميه. هل ممكن يتحط على العصير؟ قرار الطبيب اللي بيعالج الطفل، لكن احنا على الاجمال بنقول لا، يتحط في ميه وهو طعمه كويس. كويس ان حضرتك قلت لي، عشان انا الصراحه كنت دايما بحب اعمل كده، لازم بعد كده ابقى اسال حضرتك قبل اي دواء. ما انا عارفك يعني انت عادتك ولا تشيل دايما بتالفي عشان اظلطه على طول بس. لا، اسمعي الكلام احسن. حاضر يا دكتور. طب يا دكتور، هل دواء الارتجاع لازم يعني ان هو يتاخد قبل الاكل ولا عادي ممكن بعد الاكل؟ عشان يبقى امتصاصه كويس يبقى قبل الاكل، قبل الفطار او قبل العشاء. ده مهم جدا عشان يدي تأثير جيد ويحصل له امتصاص بشكل كويس ويدي نتيجة أعلى، لازم قبل الفطار أو قبل العشاء. وممكن ساعات الدكتور يقرر إن هو قبل الفطار وقبل العشاء مرتين في اليوم حسب قرار الطبيب. طب يا دكتور، هو في فرق ما بين البي بي اي وبين بقية مضادات الحموضة التانية؟ طبعا احنا عندنا في ادويه بتشتغل جوه الجهاز الهضمي جوه المعده نفسها، بتقلل اعراض الحموضه وقتيا، لكن ده ما بيحصل حاجه اسمها ريباوند، يعني بيرجع تاني الحموضه تاني لان انا ما عالجتش السبب الرئيسي. اما البي بي اي دي بتقلل افراز الحمض اللي جوه المعده، فبالتالي بتعالج الموضوع من اساسه، مش فكره ان هي بس بتحسن الاعراض، لا دي بتعالج الموضوع من اساسه. طب هو ينفع يتاخد مع المضاد الحيوي؟ والله ده لو الطفل ده محتاج لسبب ما مضاد حيوي والطبيب الاطفال قرر فما فيش تعارض بينهم، لكن لا الحموضه ولا الارتجاع بيحتاجوا استخدام مضادات حيويه. ويا دكتور بيفيد في حالات القرحه؟ ده اهم حاجه، وده طبعا القرح بتحصل في الاطفال معينين، ولو الطفل اتحط تحت ضغط معين، لو الطفل مثلا عنده مشكله في القلب، مشاكل مرضيه مزمنه او عنيفه، او الطفل اتحجز في الحضانه او في الرعايه المركزه في الاطفال، فالحاجات دي الاستريس او التوتر الشديد ده بيعمل تقرحات في المعده. ممكن طبعا لو مولود بعيب خلقي في الجهاز الهضمي او ارتجاع في المريء عنيف او فتق في الحجاب الحاجز، كل الحاجات دي ممكن تحتاج ان انا امشي على البي بي اي فترات طويله. طب تفتكر يا دكتور هو ممكن يسبب اي حساسيه؟ يعني لو طفل اصلا عنده حساسيه ما ينفع ياخده ولا لا؟ هو مفيش حاجه اسمها طفل عنده حساسيه صدر او انف او جلد او صدر او اي نوع من الحساسيه، مش معناه انه يكون عنده حساسيه من الدواء.
دي الجزئيه الثانيه هو عنده حساسيه من الدواء ده. اي دواء في الدنيا ممكن يبقى عنده الطفل عنده حساسيه منه، حالات قليله جدا في الدواء بتاعنا، لكن مش معناه انه ما فيش، لانه اي دواء ممكن يعمل حساسيه. والله يا دكتور ده طلع البي بي اي ده بيعمل حاجات يعني معجزات بصراحه. انا بفكر بقى دلوقتي اكل رنجه وضميري مرتاح لا واخد بعديها البي بي اي. يا انتك قلنا لا، الرنجه كميه صغيره، ملح قليل. استخدام البي بي اي مهم جدا في كل تخصص الاطفال، في حالات ارتجاع المريء، في حالات التهابات المعده، في حالات ان الطفل يكون عنده عيوب خلقيه في الجهاز الهضمي، في الطفل اللي واقع تحت ضغط، خصوصا الاطفال اللي بيبقوا محجوزين في الرعايات المركزه والى اخره. ارتجاع المريء من الحاجات المشهوره جدا وبنحتاج نمشي عليه فتره طويله، بيتاخد قبل الفطار او قبل العشاء في السن الكبير، او مره واحده في اليوم قبل الرضاعه بالنسبه للطفل الرضيع، بنمشي عليه فتره طويله، امن تماما في السن الصغير. المطلوب مننا ان انا اخده تحت اشراف طبيب وامشي عليه الفتره الكافيه بالجرعه اللي كاتبها الدكتور حسب وزن الطفل. الطفل يخف من اعراض الجهاز الهضمي بشكل كبير جدا، ويقل معاه، ممكن يبقى لو عنده سبب لاسباب الكحه تقل معاه الكحه وتقل معاه الحموضه، ولو ما بياكلش يتسبب التهاب المعده فبرضه هتقل معاه كل الاعراض ديت. والله يا دكتور احنا استفدنا جدا واتمنى تكون كل المهمهات اللي كانت بعت اسئله تكون شافت الحلقه دي واستفادت معانا. ان شاء الله. شكرا جدا يا دكتور.